كتير بنزهق من طريقة اللحمة التقليدية، سواء بنسلقها ونحمرها أو بنعملها في الفرن. هنعملها المرة دي طاجن بالبصل، سهل وبسيط جدا، والصوص بتاعه فعلا حكاية. اللحمة هتكون مزبدة زي ما انتوا شايفين كده، مستوية آخر حاجة، والصوص بقى بالبصل بجد ما اقولكوش. وكمان هنزود بقى العظمة دي مع طاجن الرز المعمر. عملته معاكم قبل كده كتير، بس الوجبة دي بصراحة ما ينفعش معاها وش غير الرز المعمر. هنجيب حلة ونحط معلقة كبيرة من السمن، وهبتدي احضر كيلو اللحم بتاعي متقطع قطع متوسط بالشكل ده. اختيار اللحمه مهم جدا، عايزينها تكون ملبسه وناعمه علشان تدينا نتيجه افضل. هشوحها بس شويه كده في السمن، وابتدي انزل بكيلو بصل. ما تستغربوش كميه البصل، بس هي كميه اللحمه قد كميه البصل بالظبط. يعني لو هتعملي نص كيلو لحمه هتعملي معاهم نص كيلو بصل، وهكذا. تمام كده. انا عملت كيلو من اللحمه فحطيت عليه كيلو من البصل، قطعته جوليان بالشكل ده وابتديت انزله عليه. البصل بقى بيدوب بعد كده وبيتكرمل وبيكون طعمه فعلا يجنن. هنزل بعد كده بمعلقة كبيرة من السكر، ودي مهمة جدا ما تستغربوش. هخلي بقى على نار هادية، يعني نار ما تكونش وسط، تكون هادية شوية. وهغطي الحلة بتاعتي بالشكل ده. البصل هينزل ميته ويتكرمل، بتاخد تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع على النار الهادية. ما تستعجلوش عليها عشان تاخدوا نتيجة تسوية كويسة. ده بيكون شكلها بالظبط بعد ما فتحت عليها. في المرحلة دي بضيف التوابل بتاعتي، معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وزيهم من بهارات اللحمة. احضر بقى الطاجن بتاعي اللي هعمل فيه طاجن اللحمة بالبصل بتاعي، وابتدي انزل بالمكونات بتاعتي بالشكل ده. تقدري تضيفي في المرحلة دي كوباية من المية، علشان بس ما نضطرش ان احنا نفتح على الطاجن بعد كده. بسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 من قبلها ب10 دقايق، لازم يكون سخن جدا قبل ما ندخل الطاجن فيه. تمام. وغطي عليه، لو ما عندكيش الغطا بتاع الطاجن هتغطيه بفويل وتحطيه في الفرن، بياخد من ساعة لساعة ونص. تعالوا بقى بينا نعمل العظمة التانية، وهي طاجن الرز المعمر. غلفته بالشكل ده بقطعة من السمنة البلدي، وغسلت كوباية من الرز وصفيتها كويس جدا، وكمان غليت كوبايتين من الحليب، لازم يكونوا سخنين جدا. هنزل بيهم بالشكل ده، يعني لكل كوباية رز كوبايتين من الحليب. نص معلقة كبيرة بقى من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، وابتدي اقلب كويس جدا بالشكل ده. عشان بقى الوش بتاعنا يكون حلو كده ومحترم، كوباية من الزبادي هبتدي ان انا احطها من على الوش بالشكل ده، وكمان معلقتين من القشطة. يا سلام بقى. هتشغلوا الفرن على الشواية فقط في الاول عشان تاخد كفر كده من فوق، علشان الرز بتاعنا ما ينشفش من تحت. وبعد ما ياخد الكفر واللون الحلو قوي، نشغل بقى الفرن عادي خالص. وتقدري ان انتي على فكرة تغطي الطاجن او ما تسيبيه كده، مش هتفرق كتير. احنا اوريدي عملنا له كفر غطاه تمام كده. بياخد تقريبا تلت ساعة بالظبط، وبتطلعي احلى رز معمر بجد حكاية. مفلفل جدا وريحته مش قادرة اقول لكم، فعلا خطيرة، حلوة قوي على فكرة. وبتهالي الصورة بتتكلم عن نفسها. شايفين اصلا الوش عامل ازاي؟ الوش بتاع الرز المعمر فعلا يجنن. الرز هتلاقوه مفلفل جدا، والوش تخين قوي ومقلبص زي ما انتوا شايفين، وطعم طعامة يا جماعة، بجد لازم تجربوه. اللحمة بقى يا سلام، طالعة دايبة دوبان، والصوص بتاعها فعلا حكاية. انا الحقيقة بعشقها جدا بالعيش، غير العيش بصراحة، بالعيش بتجنن. شايفين دايبة ازاي؟ والصوص بتاعها بقى بجد حكاية. جربوها وبإذن الله تعجبكم جدا. شايفين؟ عايزة اطلع لكم بقى شوية مع الرز كده، وتشوفوا قد ايه الصوص مع البصل المكرمل ده فعلا عامل شغل عالي قوي. حاجه كده من الاخر. والريحه بقى ما اقولكوش، والطعم طبعا لازم تجربوا بنفسكم. حلوه جدا في العزومات، حلوه قوي لو مستعجله وعايزه تعملي حاجه سريعه من غير مجهود. فعلا ما خدش مجهود ولا وقت مني خالص، ما بياخدش وقت تقريبا خالص. جربوه باذن الله تعجبكم جدا. من الوصفات الحلوه، يعني عشان ما تبقاش تقليديه عن اللحمه المسلوقه اللي احنا متعارف عليها. جربوا الطريقه دي، هتلاقوها اللحمه دايبه جدا وطعمها فعلا مختلف. اولادك هيحبوها جدا وان شاء الله تعجبكم. مستنية رأيكم إن شاء الله في الكومنتات، ويا ريت تشتركوا في قناتي على اليوتيوب اسمه مروة علاء الدين، ما تنسوش. مستنية لايك وشير عشان إن شاء الله الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. باي باي.